السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجة النهاردة هتكلم فيها وهي ذكر الله سبحانه وتعالى والطريق أو السبيل لله سبحانه وتعالى. ليه في الدنيا لازم نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، والطريق العبادة والمعاملات وحسن الخلق اللي ربنا بيقول عليه، والصلاة والصوم وكل الشعائر. إن ربنا قال إن ده هدي ربنا في الحياة، واللي بيعرض عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى بيكون في ضلال، يعني في طريق غلط، غير الطريق الغلط اللي هم بيكونوا ربنا شبههم بالانعام، بل هم اضل، يعني هم اصعب من الانعام. يعني الانسان يبقى عايش بياكل ويشرب مش عارف هدف. الحيوان بياكل ويشرب بس ربنا خلقه لهدف معين والحكمه معينه. فنفس الكلام الانسان ربنا يديله عقل ويميز اللي ليه حكمه، ما يعرفش الحكمه دي. طول ما هو بعيد عن طريق ربنا مش هيعرف الحكمه دي. لكن لما يقرب من ربنا ويتفقه اكتر في عبادته وفي دينه، هيفهم الحكمه الموجوده في الدنيا، وربنا هيكون قريب منه، اقرب اليه من حبل الوريد، وهيكون هو سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وربنا هيمده بالحكمه والمعرفه لكل الامور اللي بتحصل له، سواء خير او شر. ونبلوكم بالخير والشر فتنه والينا ترجعون. كل شيء رجع لربنا في حياتك. عشان كده وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فسبحان ربي هو قادر انه يرزقك ويعمل لك كل حاجه في الدنيا، بس عايزك عباده واحده بس، التقرب لله سبحانه وتعالى. العلم عنده ان تكون خليفه ربنا سبحانه وتعالى في الارض، رحيم كريم ودود. كل ده طبعا مش هيجي غير بالقرب من ربنا سبحانه وتعالى. وتقوى الله، الامر بما، يعني العمل بما امر الله سبحانه وتعالى، وابتعاد قدر الامكان عن ما نهانا عنه. وده بيوجد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فتفقه في السنه النبويه، اعرف احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحه، اتعلم معانا في القران الكريم. ده يفيدك في الدنيا والاخره، والدنيا قبل الاخره طبعا. والسلام عليكم ورحمه الله.